Let's do the biggest shopping haul ever. اشتقت لكم كتير وبتمنى انه انتم كمان اشتقتوا لي. رجعت لكم بسلسلة جديدة حابة أضيفها للقناة، واللي هي سلسلة الفضفضة والدردشة. أنا لسه مو متأكدة من اسم السلسلة شو رح تكون، بس على الأغلب رح تكون بيني وبينك أو بيني وبينكم. اليوم رح نحكي ونفضفض عن إنه كيف السوشيال ميديا عم بتخلينا فقراء، مو بس ماديا بس حتى عقليا ونفسيا. وكمان بنفس الوقت حابة أحكي عن موضوع وفضيحة انتشرت بآخر أسبوعين تقريبا، واللي هي فضيحة الشنط الماركات والبراندات العالمية انه كلها مصنعة بالصين. فهذا الموضوعين حسيتهم انه لابقين لبعض عشان نحكي فيهم وندردش فيهم بحلقة اليوم. من اول ما نفتح تليفوناتنا الصبح يا بنات، أول شغلة بنشوفها بنت عاملة روتينها الصباحي، بس أكيد روتينها الصباحي بيحتاج 20 منتج. وبعدين أفتح التيك توك بشوف بنت بتحكي هذا العطر خلى الشارع كله يركض وراي. I know for certain that I will be flocked at the bar tonight by men because I'm wearing my secret weapon combination. Every time I wear it, get chased on the street, get hunted. This combo is beloved for a reason. وبعدين بنت تانية بتحكي مستحيل أعيش من دون هذا الكريم. وبعدين بتنزلوا لتحت بشوفوا بنات شعرهم بيلمع، بس أكيد لازم تشتروا هذا المنتج السحري لحتى يعمل شعركم يلمع. And some woman asked me, and she asked me how I get my hair this shiny. So I just took her the product because that's where I get it from. I really only use one product and it's وبعدين بتنزلوا لتحت بتشوفوا مشترياتهم لاستشوار للشعر أو فلات ايرون. I feel like if you don't have one of these, what are you doing with your life? Throw your hair straightener away, throw your curler away, because this is the only tool you need. Okay. كلهم نفس على فكرة نفس الوظيفة، بس لازم يعملوا هيك تويست صغير لحتى يقنعوكي انه هي الأداة الجديدة اللي عم يستخدموها كتير مهمة وانت بتحتاجيها بروتينك. كل هاي الشغلات طبعا اللي حكيت لكم اياها بتكون إلها رابط شراء ومتجر وروابط وقصص، وادخل هون واشتري من هون واعمل هون. بتحكي خلص بس اشتري هذا البرايمر رح اكون مرتاحة، بس اشتري هذا الماسك تبع تحت العيون رح اكون مرتاحة، وبس اطلب هذا اخر منتج اطلبه وبعدين اتغير وخلص امسك ايدي. وفجأة بلاقي حالي بلشت أضيف شغلات لسه لا أنا مو بحاجتها. أنا لو ما فتحت هذا التيك توك كانت حياتي طبيعية. ليش لما دخلت وبلشت أتفرج صرت أحكي هذا الشي بحتاجه؟ الضغط الكبير اللي عم بنحس فيه خلاني أحس إنه السوشيال ميديا صايرة مثل دعاية كتير كبيرة، كلها سكين كير، ميك اب، عطور، تنظيف بشرة، لبس. وعلى فكرة كل هاي الشغلات بتغير حياتكم يا بنات، إذا ما اشتريتوها ما رح تتغير حياتكم. حتى العناوين بتخليك تحسي إنه بتأنيب ضمير إذا أنتي ما اشتريتي هذا المنتج، لأنه او ماي جاد يعني رح يغير حياتي. مين ما بده حياته تتغير للأحسن للأفضل. أنا بالنسبة لي صرت بشتري عطور كأني بجمع طوابع يا بنات. عندي مشكلة بالعطور. العطور يعني كل ما بدي أشوف عطر بدي عطر زيادة، مع أنه لسه العطور الباقية عندي لسه مليانة. يعني لا بدي كمان عطر جديد نزل بدي أروح أشمه وبدي أجيبه. في آخر فترة صراحة بلشت ألاحظ الدوامة اللي أنا عايشة فيها، وحسيت انه كتير بنات من التعليقات خلص انه تعبنا بكفي، يعني كل ما نشتري منتج بدنا نشتري المنتج اللي بعده. حسيت انه خلص لازم اوقف، لانه عم بصرف فلوس كتير على شغلات ما بحاجتها انا، بس السوشيال ميديا عم تخليني احس انه انا بحاجة لهي الاشياء. ولما بطلت صرف تقريبا لمدة شهرين وحكيت لحالي انه خلص بدي اصير استخدم المنتجات الموجودة عندي، انصدمت بكمية المنتجات الموجودة. منتجات سكين كير، منتجات عطور، منتجات ميك اب، منتجات للشعر، منتجات زيوت، منتجات ماسكات. كل هاي الأشياء مراكمة ومتراكمة وموجودة من هون ومن هون ومن هون ومن هون، عملتها كأنها كولكشن. في عندي فاونديشن، في عندي باليت مو مخلصتهم من سنة 2019، من حتى قبل لا أترك اليوتيوب. عندي منتجات لسه مركونة، وفي من عندهم كتير منتجات أصلا مو ملموسات. حتى ألوان روج مثلا ما استخدمتهم، يعني حطيت منهم بس 2-3 مرات وبعدين ركنتهم على جنب وصاروا ديسبلاي، صاروا مثلهم مثل أي قطعة بحطها بس عشان أتفرج عليها وخلص. فهون حسيت أنه إحنا خصوصا البنات عم يلعب
بعواطفنا ومشاعرنا، وكمان غريزتنا إنه إحنا بنحب نكون كيوت وحلوين ونهتم بحالنا وهاي القصص. الشركات وقعتنا بهذا الفخ اللي هو فخ الاستهلاك، إنه إحنا بحاجة لشي معين لحتى نكون جزء من الصورة. لازم نشتري كل شي، لازم نجرب كل شي جديد، لازم نعيش الترند كل أسبوع. بس ما حدا بيحكي لنا إنه هدول البنات اللي عم بيروجوا لهاي الشغلات كلها على السوشيال ميديا، إذا كانوا أهلها أغنياء أو إذا كانت مثلا هذا هو شغلها، يعني أغلب المنتجات 90% اللي عم تجي لها فري. الحياة مو مثالية مثل ما عم بتصورها السوشيال ميديا لإلنا. الشركات بتعتمد على إحساسنا، خصوصا الانسكيورتيز تاعتنا اللي موجودة عند كل بنات، والمؤثرين أغلبهم ما بيوروكم حقيقتهم، بس بيوروكم الجانب اللي بيخليكم تشتروا. أنا ما بحكي لك لا تشتري، الفكرة أنه شوي نزيد الوعي تاعنا ونفهم شو عم بيصير حوالينا، وما نكون يعني أوكي بيضحك علينا بمزاجنا. بعد الفضيحة اللي صارت من الصين، شوفوا البوتيكات الأوريجينال فاضية، وهذا برادا فاضي، سان لوران نفس الطريقة فاضي، وفندي أيضا فاضي، وهاي الجوتشي ولا زبون موجود، والموظفين كلهم مجتمعين مع بعض. وهاي أيضا الإرمز، شوفوا الموظفين مجتمعين ولا زبون موجود في الداخل. وهذا شانيل، الموظفين ما في كاستمر عندهم، جالسين على الفاضي مثل ما انتم شايفين، ولا زبون. شوفوا هذا ولا زبون موجود في الشانيل. خلينا نحكي عن الموضوع اللي شاغل السوشيال ميديا بآخر فترة، واللي هو البراندات العالمية والماركات اللي الناس والعالم قبل كانوا موجعين راسنا فيها بالإنستغرام، بكل مكان على السوشيال ميديا، لابسين شنط الماركات ما بتعرفي إذا هي تقليد أو حقيقي. شرها واحد بلشها على التيك توك صيني يمكن اسمه سين وانغ. Some say as long as there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury brands just won't acknowledge that. They take almost finished bags from China factories back to their own countries and just do the repackaging and logo installing, something like that. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. You know, those sophisticated European countries, which make you feel mysterious, royal, and thus luxury. Now, close your eyes. Let's just do a little very easy experiment in your head, okay? Imagine that you have Hermes bag and suddenly the label on it changed from made in France into made in China, while everything else like leathers, zippers, and hardware remain the same. Do you suddenly feel that your bag is not as luxury as before? If you do, that means you have been misled and poisoned by the market campaign of those luxury brands for too long. Welcome to the real world. Now you see, those bags are made in China by our intelligent and diligent Chinese artisans. Let's not be poisoned and misled by the market campaign any longer and be a real person. Buy a bag from our factory in China. See the real world for yourself. بلش يحكي إنه كيف شنط إرمز اللي بتكلف تقريبا أقل شيء 38,000 دولار بتتصنع من نفس المصنع بالصين بقيمة تقريبا 1400 دولار. فضح كل شيء، فضح الجلد المستخدم، حتى خيوط اللي بيستخدموها بخياطة الشنطة، حتى شو اسمها، شو البراند، شو النوعية، وكم التكلفة. فالشركة شو بتعمل؟ بتحكي مع هدول المصانع اللي بالصين، بيصنعوا لهم هدول الشنط، بعدين بيشحنوها على أوروبا وبيطبعوا عليها اللوجو وبيكتبوا عليها صنعت في إيطاليا أو صنعت في فرنسا، وبعدين بياخدوها وبيبيعوها لكل أنحاء العالم. تتحول فجأة لقطعة ب20,000 أو 30,000 دولار أو حتى 100,000 دولار، وتتحول الشنطة من شي عادي لشي بيزيد من قيمتك الاجتماعية وشي فخم وغالي وبس للأثرياء والطبقة الغنية. تخيلوا نفس الشنطة نفس المصنع، بس الفرق سعر سيارة تقريبا. احنا كلنا وقعنا بفخ
إنه بدنا نشتري هاي الشغلة عشان نحس إنه إحنا ناجحين، أو إحنا وصلنا لمرتبة اجتماعية معينة، أو إحنا مثلا بنستحق الاحترام لأني بس لبست هاي الشنطة أو لبست هاي البراند. بس بعد هاي الفضيحة كل شي تغير. بحس إنه كل اللي عندهم إرمس صاروا يستحوا إنه يلبسوا شنطهم صراحة بعد هاي الفضيحة، لأنه زي كأنه بيحكوا إنه هاي أنا انضحك علي بمبلغ كتير كبير. شفتوا وش سووا فينا الصين؟ صرت استحي البس براد. أمبي ليش شي تسوون فينا؟ يعني صرت استحي اني لابسه شانيل. خلاص استغفر الله. ولا هذول اللي قطيت عليهم دم قلبي. بس ما بأفكر، هو شيء حر. بس خلاص من اليوم ورايح آخر اهتماماتي الجراط. شيء حر بس عادي. خلاص ما يحر. لا يحر. أنا صراحة بشتري شنط ماركات بس يعني بين فترة وفترة، ويعني أقصى شي بشتري اللي هو شانيل. يعني ما عمري فكرت إنه أروح وأشتري أرمز أو هيك قصص، لأنه أول شغلة الشنطة مع احترامي لكل الناس اللي بتحبها، ومع احترامي لكل الناس اللي دفعت فلوس كتير وتعبها فيها، بس أنا كشهد أوكي لا تهاجموني، هذا رأيي، هاي وجهة نظري. بحس إنه الشنطة هي تاعت ناس ختايرة، ما بحس شكلها بناتي. هلا مثلا يعني شنط شانيل بتجنن كتير حلوات، مثلا شنط لوي فيتون كتير حلوين، بحسهم شبابيين مواكبين العصر هيك قصص. بس بيركن بحس إنه أغلبهم نفس الشكل بس اللون مختلف وشكلها مثل مربع، ويعني ما بعرف أنا مو فاهمة الضجة صراحة. بس بغض النظر عن ذوقي أنا وشو بحب وشو ما بحب، بس أنا كنت دائما بسأل حالي شو الشي، شو المادة، شو الجلد اللي عم يستخدموه لحتى يخلوا شنطة هل قدها بتكلف 100,000 وفوق 100,000 دولار. يعني من شو مصنوعة من جلد مخلوق فضائي ولا من دم التنين؟ وين المشاهير اللي تباهون بساعاتهم وشناطهم؟ ما عاد في استثمار. يعني هذا الصين اللي راح تغرق السوق بسلع الماركات العالمية بنفس المصنع اللي يصنع فيه الماركات. أول تلقى الشنطة ب100,000، الآن راح تلقاها ب2000 ريال وأصلية. وعلى فكرة أنا في شي بفتخر فيه احنا بنعمله كعربيات، واللي هو الاكسسوارات او الذهب تبع البراندات العالمية. في كتير او مجموعة ونسبة كبيرة من العربيات ما بيروحوا بيشتروا البراند نفسه من المحل، بيروحوا على محل ذهب يعمل لهم نفس الديزاين بالضبط، بس الفرق انه عيار الذهب 21 بدل ما يكون 18، وكمان ما بيدفعوا المبلغ الخيالي اللي ممكن يدفعوه بالمحلات بس عشان اسم البراند. فهي نقطة أنا كتير بحبها، ولاحظت إنه إحنا كعربيات منتشرة عندنا أكثر من البنات الأمريكيات والأجانب. يعني تاخذين الشكل بس بشي فعلا بيحافظ على قيمته على مدار السنين. اللي يسووا البراندات هو تسويق نفسي ذكي، هم ما باعونا المنتج، هم باعونا الإحساس اللي بيعطينا إياه هذا المنتج. يعني إذا أنتوا اشتريتوا هاي الشنطة رح تحسوا حالكم إنه أنتوا دخلتوا بعالم الأنيقات، دخلتوا بشعور إنه الناس لما تشوفك رح تحترمك ورح تقدرك لأنه لابسة هاي الشنطة وهي البراند، وأنت تستحقي إنه تقعدي معهم على نفس الطاولة وتحكي معهم وتناقشي بكل ثقة. أي أغلى قطعة هي هذا أصغر واحد هون، هاي يعني هاي ما رح أقول شو السعر اللي أخذتها فيه، بس السعر اللي أخذتها فيه بتضربيه ب11 مرة إذا بدي أرجع بيعها. ليش؟ لأنه كان في منا عملوا منها 50 وحدة بالعالم. يعني لا سمح الله إذا شي نهار عزت مصاري، بتعرفي إنه هول كلهم في يلاقي 1 زبونة بتخدم كلهم، بقدر بيعهم أسرع من العقار. ناس من متابعيني أذكى مني وأفطن مني من سنين يقولوا لي أم محمد تضيعين فلوسك، حطيها بشيء فيه خير، استثمري بعقار، بذهب، بشيء بار. وأنا تعرفون اللي كانت الغشاوة عامية عيني، يعني أنا أحب هالشيء فأدور له مليون عذر، مرة أقول استثمار، مرة أقول حلو، مرة أقول لزوم الكشخة، ومرة بعدين استوعبت يعني كان لازم أمر بهالظروف اللي مريت فيها
عشان أصحى أعرف شنو الصح. والحمد لله على البصيرة، يعني أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. وبعد 10 سنين أنا أقول لكم توني أستوعب وافطن والله العظيم يا بنات. والحمد لله، يعني الحياة مدرسة، كل يوم نتعلم شيء جديد. مهما حسينا أن احنا فاهمين وواعين إلا ما يبقى درس جديد نتعلمه مع كل يوم جديد. الحمد لله، الحمد لله إنه صحينا الحين. بعد ما الصين طلعت وقالت ها شوفوا هاي الشنطة اللي بتشتروها بتفتخروا فيها سعرها بس $1400، صار لازم نسأل حالنا إنه إحنا عم نشتري هاي الشنطة للشنطة فعلا، لشكل الشنطة؟ لأنه إذا لشكل الشنطة وللموديل، في كتير موديلات ممكن تشتريها بنفس الشكل بنفس الماركة بنفس كل شيء، بس بالسعر كتير كتير أقل. وصعب كتير إنه أي أحد يشوف ويحكي لا هي أصلية ولا مو أصلية، لأنه ما في أحد رح يجي ويقعد هون ويتفرج سوارتي أصلية ولا مو أصلية، حلقي أصلي ولا مو أصلي، شوف الختم اللي في إذني زي هيك ويتفرج هذا الختم حقيقي أو لا. طيب شو نعمل؟ يعني أروح هلأ أنا أرمي شنطي وشغلاتي وأشيائي والبراندات اللي اشتريتها؟ لا طبعا لا. إحنا مع الاهتمام بالنفس وإنه تعيشي عمرك وتعيشي سنك وتنبسطي بحياتك. دنيا زائلة أكيد، ما في حدا رح ياخد فلوسه لأبره. أنا بالنسبة لي لهلا حاسة حالي ممكن أروح وأشتري، بس ما رح أرجع وأشتري صراحة مرة ثانية مثلا من شانيل. يعني إذا بدي شانيل خلص ألف وأدور أروح للصين الحبيب وأشتري منها. إذا بدي أشتري مثلا شنطة أوكي $1000، تجميعة $1000 هيك هدية لحالي بين فترة وفترة، ممكن هذا الموضوع. هذه الجنطة آخر جنطة راح أشتريها من البراندات، أحط فيها أخلاقي وأقفل عليها، وأحط القفل أخلاقي وأقفل عليها، بس هذا اللي ظلنا الأخلاق. يلا بس هذا آخر شيء، آخر شيء يا آدم، آخر شيء راح أخش يعني. بس صحيح هلأ أنا فكرت بنقطة سريعة خطرت على بالي، واللي هي لاحظته إنه في شنط نزلتها برادا صار لها فترة من زمان، من فترة. الشنط هي مصنوعة من نايلون، يعني الماتيريال نايلون، وكانت ولهلا بتنباع $2000. يعني ما في إثبات أكتر من هيك إنه احنا عم ندفع بس للبراند يا جماعة. في شنط كانت بتنزلها شانيل وكتير براندات، كل البراندات في عندهم شنط بتكون مصنوعة من القش، وكمان أسعارهم خيالية. هي الشغلات والقطع اللي بحسها بتكون موسمية بشكل مو طبيعي، هي القطع اللي أنا دائما أتفاداها. يعني إذا عجبتني شكل قطعة لبراند معين وبتكون كتير حلوة وكتير عجبتني ونفسي بهذا الموديل وبدي إياه نفسه، بس هي مصنوعة من نايلون أو مصنوعة من قش، بالعادة أنا بروح بلتجأ كمان مرة للصين الحبيب، لأنه بعرف أنه هذا الشيء زي كأني كمان مرة بحكي لكم كأني عم بحكي للعالم هاي أنا انضحك علي، أو بحكي مع واحد وبحكي له هاي بليز اضحك علي، بيع لي قطعة نايلون هالقدها $2000. بس لو بتيجي على الموضوع بصراحة الصين يعني كل الاحترام والتحية وشكرا للصين، لأنه عم تحتوينا إحنا البنات وعم تقدم لنا كل شيء بنفسنا فيه وكل الموديلات اللي نفسنا فيها بأسعار كتير مناسبة لإلنا. جماعة أنا اليوم رحت مبسوطة، بروح أشتري بيركن الأصلية يا جماعة. بعد ما قالوا الصين إنه خلاص كل حاجة أصلي حتى المقلد أصلي، لا أنا اليوم أول بيركن ممكن أشتريها. لا بس هذا المكان سري، هذا المكان سري مرة، ما حد يقدر ياخذه إلا عن طريق شركة سياحية. يعني تدخلون هذا المكان ليش؟ لأن المنتجات اللي فيه هي أصلية، هي الطبخ الأصلي لدرجة ما تتخيلونها. يعني جلد 100% كفاية سنتين، جلد ما بيقشم، والإكسسوار لونه ما بيغير أبدا. جلد بعد كله جلد، كله جلد. يوه بنات ودي تصدق ربي يخوف، فهمتوا؟ ماخذ زيها ب30,000. وبما أنه وصلنا للصين خليني أحكي لكم على السريع مثال، وهو أنه أنا فترة من الفترات حكوا معي مختصين بالميك اب، والميك اب تبعهم كتير كتير رخيص. فأنا في البداية لما كانوا يبعتوا لي إيميلات ما كنت برد عليهم صراحة، لأنه ما كنت مقتنعة، بحكي إنه مستحيل
أخلي مكياج صيني ومكياج رخيص على وجهي رح يخرب لي وجهي، رح يطلع لي حبوب. ولما بعتوا لي المنتجات حكيت أوكي خليني أجرب هذا الشيء، جربته عجبني. إنه في عندي هلا منتجات من عندهم ما بستغني عنهم، أنا بدخل على الموقع وبشتريهم، اللي هم من ضمنهم البرايمر، الآيلاينر، في عندهم كونسيلر كتير حلو. وأنا زمان بحكي لكم كنت ضد هذا الموضوع، بحكي مستحيل أحط هيك شيء على وجهي، وبالعكس هدول المنتجات بيشتغلوا أحسن من منتجات بشتريها ب30 و40 $. الفكرة اللي حابة أني أوصلها لإلي ولإلكم إنه إحنا البنات ما لازم نخلي الشنطة هي اللي تحدد قيمتنا وتحسسنا إنه إحنا كافيين في المجتمع. أنا بالنسبة لإلي بلشت أفكر مرتين قبل لا أشتري أي منتج، بعد أحكي لحالي أنا فعلا بحتاج هذا المنتج أو إلا بحتاج الشعور اللي راح يعطيني إياه هذا المنتج. وإذا كنت بدي هذا الشعور كتير 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 إنه أنا بدي أجيب هاي الشغلة اللي موجودة ترند بكل أنحاء العالم هلأ وبدي إياها تكون موجودة عندي عشان أحس هذا الشعور، فممكن تروحي لطرق أخرى عشان تجيبي هاي الشغلة بس بسعر مناسب أكتر من دون ما تكسر الميزانية تاعتك. خليكي أذكى من هيك. وهذا الكلام لإلي أنا كمان، أنا بشتري شغلات عشان كمان أحس يجيني هذا الشعور إنه أنا بستاهل. بس بصراحة اللي يحبني يحبني ببجامتي، هي أنا مثل ما أنا، عجبك ما عجبك مع السلامة، سكر الباب وراك. ما بحتاج أفرجي الباكج المثالي كل يوم عشان أرضي المجتمع وعشان أرضي نظرة ناس معينة حوالي. الهدف الجديد لإلي وخصوصا بعد ما شفت فضيحة البراندات، بدي أكون بنت تسافر، تستثمر، تعيش بوعي من دون استهلاك. حابة أنه أبدأ أقنع حالي أنه ما أشتري منتج إلا لما أخلص المنتج اللي أنا عندي إياه قبل. مثل فكرة المسكارة بالضبط، خلصت المسكارة بروح أشتري مسكارة تانية، خلصت هاي الشغلة بروح أشتري، ما أروح أجيب مليون ألف ظلال وأحطه وأنا بعرف حالي إنه أصلا 3/4 الوقت قاعدة في البيت. أوكي إجت حفلة مناسبة راح ألاقي حالي عم بستخدم نفس الظلال نفس الألوان اللي أنا بالعادة بحس حالي مرتاحة وأنا بستخدمها. أنا من الناس اللي ضد الماركات، أنا أشوفها كذبة. والله لا يعني انت ما لابسه ولا ماركه؟ ولا ماركه قسما بالله، ولا ماركه. يعني تشتري انا اكمل الشيء يا اختي، مو الشيء اللي يعني بسعره بيكملني ابدا. انا ضد الشيء هذا. لكن اروح اكمل نفسي بشنطه؟ لا ما تشترين شنطه ب50,000. هذا القلب لقده زين. كل شيء زين، كل شيء زين قسما بالله. هذا شيء ما أثر عليك؟ يعني ما يقولون الناس وش بخيلة على نفسها؟ مش عليك من الناس، أنا تفكيري أكبر من كذا. أنا إذا بحط فلوس أحطها في عقار، أحطها في بيت، توني شارية بيت جديد من حرمالي من تعبي، لكن أروح أحط في شنطة 22,000 مش الناس ما يعجبهم العجب. والله من جد. تلقين واحدة جنبك شاريتها ب500 ريال. والله العظيم الناس ما يعجبهم شيء. درجة أولى شاريتها. لا ما عليه، لا تغلطين. لا والله صدق، لا أنا من الناس اللي اشتري درجة أولى. كلن تشترين درجة أولى؟ أشتري درجة أولى. صح عليك. واشتري درجة ثانية وأمر كل في نفسك في الشيء هذه في الماركة هذه. طيب مو أنت عندك 22,000 حسابك ولا ما عندك؟ أي بس أنا ماني تقدرين تشترين الشنطة ب22,000؟ والله أنا مجنونة أروح أشتري شنطة ب22,000. هذا مو بخل، هذا حسن. الحين قاعد تغلطين على اللي يشترون شنطة 22,000. وأنا أعتبره غباء. أنا أعتبره غباء. لو حسينا أنه إحنا عم نتفرج على إعلان متنكر بشكل هول أو بشكل مفضلاتي أو بشكل روتيني الصباحي وانتبهنا على هذا الموضوع، ممكن أنه نوقف حالنا ونحكي أنه أنا مو سلعة ولا أنا محفظة مفتوحة، والأهم من هيك أنه أنا أستاهل أكثر من شنطة مصنوعة بمصنع بتلاعب بعقلي. الله بحس حالي عم بعطي حكم ومواعظ كثير بهذا الفيديو. بتمنى انه ما اكون تقلت عليكم. احكوا لي شو رأيكم، البراندات راح تنهار بعد الفضيحة اللي صارت بالصين ولا لسه الناس متمسكة بالحلم؟ أنا كتير بحب أقرأ تجاربكم، شو الأشياء أو البراندات اللي كنتوا تشتروها، شو رأيكم وموقفكم من الفضيحة، إذا أنتوا رح تستمروا بشراء براندات أو شو أغلب براند أنتوا اشتريتوه، اكتبوا لي بالكومنتات. أنا شهد وهي كانت دردشتنا البناتية لهذا الأسبوع. شكرا كتير لاستماعكم لإلي ولثرثرتي، بحبكم بحجم السماء. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وبشوفكم الفيديو الجاي.
باي باي. لا لي وجود ولا اسم، ما ظن حد مثلي انظلم. لا يا زمن لا، كل الأغاني حاليا لايقة على الأجواء. هذا أنا جايب لها يا هذه جابتها حق نفسها، هذه أنا جايب لها يا هذه وين الفستق، هذا أنا جايب لها يا وش باقي أكثر ما خذيت.